قال أنا مشغول بجمع القرآن، آليت أن لا أضع رداء، يعني ما ألبس علي ثيابي للظهرة حتى أكمل جمع القرآن. اشتغل بجمع القرآن 5 أيام، حسبتها أنا: الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. يوم الاثنين ذهب إلى المسجد وخطب خطبة الوسيلة. وخطبة الوسيلة خطبة قوية قاصعة تشبه خطبة الزهراء سلام الله عليها. لما أكمل جمع القرآن سلام الله عليه، لما اختار وقت اللي كانوا جالسين في المسجد ودخل عليهم كما قصيت عليكم، جاء به بثوب أصفر أمير المؤمنين عليه السلام. ولما دخل قالوا لأمر ما جاء أبو الحسن، احترموا، قام وضعه في وسطهم وفتح الثوب وقال: أوصاكم رسول الله بالقرآن والعترة حتى ما تقولوا هذا الكتاب الله أنا جمعته كما أمرني وأنا العترة. كأنما على رؤوسهم الطير، إلى أن قالوا ما نحتاج، قام جماعة قال: بعد ما تروا أنا مأمور أعرض عليكم، رضيت تنشرها النسخة كان به، وإلا انشروا اللي تردونه، وحتى لا يكون في الناس قرآنين، هذا يكون مذخورا حتى يظهره الإمام المهدي سلام الله عليه. إن علي لا يفعل إلا ما يؤمر به، ما يؤمر به يأمره الله. يوحى إليه، نعم، وحي إمامة يوحى إليه، النحلة يوحى إليها، موسى يوحى إليها. وحي نبوة لا، خاص بنبينا صلى الله عليه وآله. يوحى لعلي وللزهراء وحي إمامة، نعم، يوحيين، 10 يوحيات، هم أفضل مما أن ذكره الله عز وجل من موسى، من النحلة التي يوحى إليها، أليسوا أفضل؟